زامبي. اذا شفنا يعني المجريات ديال اللقاء كله نظن انه ما استحقيناش، على الاقل كنا ممكن نتعادلوا، لانه تواجدنا تقريبا في الثلث الاخير ديال الفريق الخصم يعني اكثر من مره. مع الاسف هذاك السيناريو ديال هذيك التمريره الاخيره ديال التسديده اللي ممكن يعني نسجلوا منها ما كانتش حاضره. بعض التسرع، يمكن بعض ما قلت التركيز، يمكن هذيك القتاليه الهجوميه اللي دائما كنتكلم عليها، وانه لم يتاحوا لنا تقريبا 4 أو 5 الفرص نكونوا يعني قريب من المرات يخصنا نعاقبوا الفريق الخصم. مع الاسف انه اليوم ذاك المسلسل الضياع ديال الفرص وديال هذيك اللمسه الاخيره ما كانتش حاضره، رغم على انه تنظن انه اللاعبين ديالنا قدموا مستوى لا باس به. تنتكلموا على الجزئيات يمكن هي اللي خلتنا نتلقاو هدف. مع الاسف يعني في الشرط يعني تقريبا كره واقفه ما يمكنش يعني تشجع لنا بهذيك الطريقه، غير مسموح. انا تنظن انه يمكن هذيك قله ديال التركيز نظرا يمكن نقدر نرجع على يمكن بالاسباب، وربما كان عندنا تخوف كبير من هذه المباراه هذه تكلمت عليه، هو يعني الكثره. الحمد لله انه الفريق يعني كان حاضر من جميع النواحي، باستثناء انه ما تعاملناش مع هذه الجزئيات يعني بشكل كبير، ولكن تنظن انه الان امامنا يعني فرصه ديال ربع المباراه ان شاء الله باش نرجعوا. فرصه ديال غير بغيت انت كنت حاضر في الماتش ابراهيم، غير انتصار الاول تتوج باللقب، كلشي كان كينتظر معنويات غتكون مرتفعه، على الاقل العوده بالتعادل. الهزيمه يعني الهزيمه انتصار ديال الاهلي اللي رجع من بعيد خلطت شويه الاوراق ابراهيم. كيف ما تيلاحظ الجميع هذا الماتش كيفاش خديتوه؟ كيفاش كانت التفاصيل اللي داخل؟ لان كثير الناس قالوا الوداد بامكانه كان ينتصر في هذا الماتش. بالنسبه اللي تفرج في المقابله غادي يلاحظ بان الفرص اللي اتاحوا لينا يعني كان شيء ما خصهم غير الفينيسيون. اللي صار هو ان شويه الهدف اللي تسجل عندنا بعثر الاوراق ديالنا، بحكم ان كنا صراحه مسيطرين من خلال المقابله، ولكن كيف ما صار انك تضيع فرص تنتظر ان في اي لحظه يقدر يتسجل عليك. كنا غاديين على اساس باش نجيبوا 3 بوان، 3 نقاط كيف ما قلت لك، باش نحسموا شيئا ما التاهل. كنتوا باغيين تسافروا ابراهيم؟ بطبيعه الحال كنا غاديين على اساس باش ننتصروا. يعني كيف ما لاحظ الجميع يعني من بدايه المقابله يعني دخلنا في المقابله تحوا لنا فرص. كما ما واش الخصم حسيتوا به كان قوي يا ابراهيم؟ لا يعني الخصم بطبيعه الحال غيكون قوي في الميدان ديالو، ولكن حتى الميدان ما ساعدناش اننا نلعبوا كره اللي تنعرفوا ليها. هذاك الملعب يعني نجح فيه الخصم انه لعب كره طويله ويلعب على المرتدات. هذا الشيء اللي نجح فيه، وخصوصا جات على كره يعني ضربه تماس اللي استغلوها الخصم. وصراحه ما كناش نستاهلوا اننا نخسروا في هذيك المقابله بحكم الفرص والسيطره اللي غير ابراهيم. كاين الناس اللي يهضروا على ديك الارضيه ديال الملعب، انت قربنا من الصوره، واش ارضيه الملعب؟ لا صراحه لا يعني لا علاقه انك تلعب فيها كره حديثه. شنو مشكل؟ يعني المشكل ان الميدان كله محفار. يعني تنقول لك ما هذاك الشيء اللي الصوره ديال الملاعب الافريقيه راهو ما هادو، يعني تبان لك الانتوراج مزيان وهذه والجو كان مزيان، ولكن الارضيه صراحه ما كانش لا يعني بتاتا انك تلعب فيها كره القدم صراحه. حتى واحد القضيه معنا هشام ورشيد. هشام، كنا كنتظروا بان زاناكو الدور ديال المجموعات يكون الضغط ديال الجمهور، ننتظروا الجمهور كبير، لان التيران هو بمعايير كبيره. شفنا المرافق، سمعنا مع السي محمد بوتوزاز اللي غناخذوا بعد قليل معنا. تيران مرافق ممتازه، يعني كان مرافق ممتازه. الجمهور هذاك الضغط ديال الجمهور ابراهيم ما كانش ذاك الجمهور كبير بالنسبه لهذا الفريق ديال زناكو. بالعكس ما كانش يعني اي ضغط من الجمهور، لان ما كانش حتى يعني ما كانش جمهور كثير، يعني بحكم يعني فريق يلعب في عصبه الابطال. يعني كما قلت لك يعني حنايا كنا غاديين على باش نلعبوا كره القدم وناخذوا 3 نقاط من زناكو. العائق الكبير في هذه المقابله هو الملعب صراحه، لان عندك لاعبين عندهم مهارات عاليه، وهذه يعني بحكم حتى اللاعبين في الهجوم يعني ما تيبان انه يبغي اسيري غير الكره ديالو خصو تقريبا شي 3 لي كونترول ولا 4 لي كونترول باش يلاه تمكن باش تتحكم في الكره. ولكن كيف ما الحال يعني نتمنوا اننا نتعلموا من هذه المقابلات ونستافدوا من الاخطاء باش نحاولوا
نستافدوا منها ونفوزوا بالنقاط اللي تضيعوا لنا. نعم. ابراهيم، دابا عندكم 4 الاهلي 4 نقاط، الزناكو 4 نقاط، الوداد 3. كنتظركم مباراه اللي من خلالها التنقل خارج ميدان المسطره، يعني كيفاش تنتظروا هذه المواجهه؟ المواجهه معروفه بين الديربي المغربي، يعني كتكون واحد النديه، واحد القوه، واحد التنافسيه. غيكون واحد الصراع كبير في خلال المقابله، خصوصا ان الاهلي غيبغي يستغل المقابله في الميدان ديالو. حنايا غادي ما مفروض علينا اننا نمشيو حتى حنا نحققوا نتيجه ايجابيه، وان شاء الله ونيفيتيو الخساره. لما لا، حتى ممكن المهم انك ما تخسرش في اي مقابله باش ما تقللش من الحظوظ ديالك. اللي نتمنى ان شاء الله نكونوا مركزين اكثر من المقابله ديال زناكو، ونجيبوا لما لا نجيبوا 3 نقاط من مصر. وباقي كيف ما شاف الجميع باقي اللعب كاين، باقي النقاط اللي خصنا نجيبوها، خصوصا عندك مقابلات في الميدان ديالك. نتمنى ان شاء الله اننا نحققوها ونفرحوا الناس اللي بغاونا اننا نشوف هذه العصبه الابطال ان شاء الله في ابعد نقطه ان شاء الله، ولا نفرحوهم في هذا اللقب هذا. تتويج بلقب ديال البطوله. رجع معك الماتش اللي كينتظركم الجوله 30 للكوكب المراكشي يا ابراهيم. يعني صراحه غادي نمشيو لمراكش باش نلعبوا مقابله ديال 3 نقاط، لان صراحه هذه المقابله، خصوصا هذه المقابلات مازال تحفيزات ملعوبه فيهم. يعني حتى الرئيس خلى التحفيزات نفسهم باش اننا نفوزوا بهذه المقابلات، لانه حتى اللي لعب وهز قميص الوداد البيضاوي خصو يكون الاهل ليه. غادي نمشيو باش نجيبوا 3 نقاط من مراكش، وصراحه نتمنى ان شاء الله نزيد نفرحوا الودادي، الجمهور الودادي اللي تيتفاضل من هاد اللاعبين الشيء الكثير. ابراهيم، كلمه اخيره باش توعد الجمهور هذا الماتش اللي وقف. شي كلمه، شي وعد. الوعد اللي تنوعد به الجمهور هو ان جميع اللاعبين غيقدموا ما في جهدهم باش يفرحوا الجماهير الوداديه خاصه والجماهير المغربيه عامه، خصوصا في عصبه الابطال اللي تترجى من الجماهير اننا نمشيو فيها ان شاء الله ونفرحوهم ان شاء الله بحول الله السنه هذه. شكرا لك ابراهيم.